السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مطبخ الأميرة الشلفية. إن شاء الله تكونوا بخير حبيباتي. اليوم راح نوريكم طريقتي في الاحتفاظ بالطماطم في المجمد لمدة سنة أو أكثر بطريقة سهلة بزاف وبسيطة. نمر مباشرة للمقادير وطريقة التحضير. في هذه الوصفة راح نحتاج كمية من الطماطم، ومن الأحسن نخدموا بهذه الطماطيش اللي تجي طويلة. اغسلتها مليح كما شفتوا، من بعد راح نبدأ نقطع فيها على زوج بهذه الطريقة كما راكم تشاهدوا في الفيديو. حنا راح نقطع كاع هذيك الطماطم تاعي. بعد ما قطعت كاع الطوماطيش تاعي، دروك راح ندير شويه برك تاع الملح باه ما تجينيش صامطه. هنا الملح ما تقووش بزاف، لو كان كاش خطره تجو طيبوا بها وتكونوا ديجا ملحتو وتزيدوا من هذه الطوماطيش راح تكونوا ديجا درتو كارثه. راح نحطها على نار اللي تكون متوسطه ونخليها تطيب على غرضها، وما تزيدولهاش الماء. دروك هي كي تولي طيب راح تبدا الطوماطيش تاعنا تطلق في الماء تاعها. شوفوا هنا بعد ما غلات لي طلقت كاع هذاك الماء اللي فيها، نحركوها. والتحرك لازم نحركوها حتى للتحت بس كيما نعرفوا الطوماطيش تلصق. نحركها ونزيد نخليها تغلي مره واحده اخرى. وكي نحسوا الطوماطيش تاعنا بدات تنشف من الماء اللي فيها، يعني الكميه تاع الماء اللي في الطوماطيش تاعنا تنقص، ثم نعرفوا باللي طابت. والماء ما نخلوهاش تنشف كاع منه، نخلو شويه كميه تاع الماء. بعد ما طابت هذيك الطوماطيش تاعي كيما راكو تشاهدوا، دروك راح نجيب الميكسور تاعي ولا في الروبو ولا الرحى اللي عندكم. ليسونسيال ترحوها مليح. نرحيها مليح بالميكسور. من بعد راح نجيب الكسكاس تاعي ونزيد نصفيها فيه. هنا كي نصفيها هذيك القشره والزريعه راح تبقى في الكسكاس تاعي والطوماطيش تهبط لي لتحت. نكمل نصفيها بهذه الطريقه. هايليك هذيك القشرة والزريعة هذه راح نحيها، وهذه هي الطوماطيش تاعنا. شوفوا اللون تاعها كيفاه جانا. ذروك راح نزيد نميكسيها للمرة الثانية بالميكسور ونخليها تبرد. هذه الطماطم راهي مركزة، يعني كي نبغوا نطيبوا بها نديروها غير هي وبلا ما نزيدوا الطماطم المصبرة. هذه طريقة عندي بزاف وانا نعتمدها، نخليها في المجمد حتى للعام واكثر من عام، تبقى هي ما يصرى لها والو. اخدموها هكا وبلا اي اضافات. بعد ما بردت لي الطوماطيش تاعي، دروك راح نبدا ندير فيها في هذو لي كوبلي. كيما تقدروا ديروها في قرع تاع بلاستيك كيما تبغوا، يعني الاختيار ليكم. كي نكملهم ندخلهم للمجمد ونخليهم. كل ما نبغي نطيب بيهم نجبد قوبلي ونطيب به. هذه هي وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون نالت اعجابكم. ما تنسوش تجربوها وتشاركوا الوصفه مع اصدقائكم مع العائله تاعكم ايضا لتعم الفائده. خلوا لي جيم للفيديو وتعليق مشجع. ايضا ما تنسوش انكم تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.